حاجه اللي نسيت نقولها لكم غير الصلبه. نهار الجمعه راه كتكون تخلافه هذا المتحف هذا. غادي تنظن كانت جلسه حيت كاين واحد الفيو من هنا واعر. عندي بالنسبه لي اول تجربتي هنا دخل لهذا المتحف هذا. صراحه الله مكنتش متوقع يكون هكا. الطريقه باش نبني هذا المتحف هذا طريقه معماريه مغربيه اصيله. دابا واخا بغيت نوصفها ما عرفتش كيفاش غادي نوصفها. كتحس براسك داخل واحد العالم اللي ما كتسخرش تخرج منه. وايضا في هذا المتحف كاين هاد اللباس ديال كل منطقه في المغرب. اللباس ديال منطقه الريف، منطقه الاطلس، منطقه سوس، مع الموسيقى ديال كل منطقه اصلا والعادات والتقاليد. وهذه الجردة وهذا خلاص الزليج المغربي اللي ناض عليه الصداع. وغادي نرجعو لهذا الموضوع هذا تا هو. خلاص في اي شبر واي خلفه كتظلمها في مدرسة كتشوف الابداع ديال الايادي المغربيه وديال الاصاله ديال بلادنا، لا من الفن الخشب ولا الزليج ولا القبص ولا اي حاجه. اخوان السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون عباره عن فلوغ اللي غادي نصوروا في مدينه مكناس. غادي نحاولوا نصوروا اهم المعالم التاريخيه وندرسوا شويه على التاريخ ديال هذه المدينه هذه العريقه. تبقوا معنا. ايوا مرحبا بكم في مدينه مكناس، ويلا نضربوا دوره فيها ونمشيو للمكان اللي غادي نصوروا فيه. بطبيعه الحال مدينه مكناس، هذه المدينه هذه اللي الصراحه ما واخداش حقها، من بين المدن التاريخيه ديال المغرب والمدن العريقه، وكانت تعطاها اهتمام اكثر. كانت غادي تكون مدينه سياحيه بامتياز ووجهه سياحيه تقدر تنافس مدينه مراكش كاع. بطبيعه الحال اول حاجه كتجيك في بالك فاش كتكون مكناس هي ساحه الهدي. اختاريت هذه الوقيته هذه بالضبط حيت الساحه كتكون خاويه وهكا كتقدر تصور وانت مرتاح. هاد الخطره اللي سبقات كنت باش نصور، لاني لاحظت باللي من البلايص اللي لقيت فيهم مشكل في التصوير هما هنايا. ولكن راي الناس يحترم، كاين اللي ما كيبغيش يبان، كل واحد كيفاش كتخيلو هكا حسب. هكا لقيتها خاويه. صورت بعض اللقطات فاش كتكون عامره ساحه. الطريق بطبيعة الحال دائما ما يحتفظ به في المتاحف، لهذا حنا غادي نحاول ندخلوا واحد المتحف سميتو متحف دار الجامعي اللي كاين هنايا في ساحة الهادي. ايوا مرحبا بنا في مكناس ومرحبا بنا في التاريخ ديال هذه المدينه هذه. وناس مكناس الا شافوا هذا الفيديو هذا يخليوه لنا في التعاليق ويقولوا لنا بلايص اللي يستاهلوا الزياره والتصوير. في هذا المتحف هذا تقدر تلقى اي حاجه كتهم وكتخص التاريخ ديال المغرب، لا من العمران لا من اي حاجه. وخلاص بلا ما نهضروا على الزليج، بلا ما نهضروا على الفن ديال الصناعه التقليديه، بلا ما نهضروا على العود، الخشب، اي حاجه. بطبيعه الحال كاين في هذا المعرض هذا دايرين بعض الالات الموسيقيه ديال كل منطقه في المغرب، وبزاف ديال الحوايج اللي تهملوا منا حنايا كمغاربه. وغير مؤخرا هادشي علاش ناض النقاش او الصراع اللي دار دابا ما بين المغرب والجاره ديالو على القفطان او الزليج. بخصوص الزليج حنا كنا فاش كنا كنقراو كان كيتسمى بالفسيفساء، وهاد الصنعه هادي راه قاصات وقاصات بزاف وتهملات، ودابا الحمد لله راه ولات حياه. وهنا بعض الالات الموسيقيه هذه الوتره.
آلة العود، فن الملحون. الهندسة المعمارية اللي كانت من قبل والفن المغربي الصراحة افتقدناه. وكما قلت لكم في هذا المتحف راه جامع شمال المغرب الى جنوبه من طنجة حتى للكويرة، كلشي وجميع الآلات الموسيقية ديال جميع القبائل المغربية وجميع الفن ديال الموسيقى المغرب. جميع الأدوات الموسيقية اللي بصناعة أيدي المغربية من شمال المملكة إلى جنوبها. بطبيعة الحال يساوي، حيت ميمكنش نذكرو مكناس وما نذكروش عيساوة الطوائف العيساوية. ومن الاشياء الزوينه في هذا المتحف انك فاش كتكون وسطو كتنسى العالم الخارجي وكتعيش بحال اللي راك عايش في واحد الحلم، بحال اللي كترجع بالزمن الى الوراء. وهادو بعض الأسلحة.
بلاصتو ديال النحاس. كلاس ادوات نحاسيه اللي كيغسلو يديهم. هداك السكاس الطريقة باش نبني هاد المتحف هذا طريقة معمارية مغربية أصيلة. دابا واخا بغيت نوصفها معرفتش كيفاش غادي نوصفها، كتحس براسك داخل واحد العالم اللي مكتسخرش تخرج منه. المتحف هذا ديال الدار الجامعي كان هو الدار ديال الملك المسمى الجامعي، وكان هو الوزير الاول ديال الملك الحسن الاول. البلاصه هذه اللي غادي نصور لكم دابا كانت هي الغرفه ديال النوم ديالو. حاجه اللي نسيت نقولها لكم غير الصدفه، نهار الجمعه راه كتكون تخلفه هذا المتحف هذا ايام العاليه 30 درهم على ما كنظن. غادي تنظن ما كانت جلسه حيت كاين واحد الفيو من هنا واعر. واخيرا وبعد طول الانتظار ايضا سالت الاشغال في باب منصور. باب منصور واخيرا بحله جديده وتم الترميم ديالو. ودابا غادي نمشيو نصوروا واحد المعلمه من المعالم ديال مدينه مكناس، غنمشيو نصوروا في السريج الصواني. السريج هذا اللي فيه تا هو اسرار بزاف. المهم ما نحرقوش الاحداث، بقاو مع الفيديو توجهوا دابا للسريج ان شاء الله.